على كل شيء. كانت الحياة حلوة، هذا اللي بدي أحكي لكم إياه، برغم إنه كنا إحنا محاصرين وكان في حروب متتالية ومتكررة على القطاع، إلا إنه كنا بنطلع من رحم المعاناة بنشتغل وبنجتهد وبنبني بيوت وبنعفش وبنجدد وبنعلم أولادنا أحسن تعليم. كانت حياتنا فعلاً حياة جميلة جداً، بس ما عرفنا قيمتها إلا لما فقدناها. إجت الحرب دمرت الشجر والبشر والحجر كل شيء. البيت اللي بتقعد سنين عشان تجمع بحقه بروح بغمضة عين هيك بصاروخ وبيروح. طبعا غير التكلفة المادية، انت بتفكر بذكرياتك بحياتك، هذا البيت قديش احتضنك، هذا مصدر الامان، هذا بعد يوم طويل شاق برا بتدخل على البيت ترتاح، هدوء سكينة، عزايم جمعات. اللي بدي احكي لكم اياه انه اكثر نعمة انا حسيت فيها وعرفت قيمتها هو البيت. نصيحة لكل حد فيكم، ربنا مغرقنا بنعمه بس احنا مش حاسين فيها. ايش يعني بيت؟ كلنا ما شاء الله عندكم بيوت، بس حاسين في قيمة البيت؟ عادي يعني شيء. المية، الكهرباء، انك تنام مرتاح وبالك هادي، انك تتغدى تاكل لقمة طبيخ البامية طبيخ الملوخية. احنا بنحكي بشغلات ايش في حياة كل يومية بتمر، بس احنا في غزة عشنا ظروف قاسية جدا علمتنا وقوتنا ان شاء الله. يعني بتمنى، انا كثير نفسيتي تعبانه ومدمره، بس برضه الحرب كثير علمتني وبتمنى انها تقويني اربي اولادي التربيه اللي انا تربيتها. بعد 140 يوم من الصمود في مخيمات النزوح شفنا شيء عمرنا بحياتنا ولا بخيالنا فكرنا ان نشوفه. قررت اني اترك القطاع خلال الحرب واطلع على مصر. كان أصعب يوم بحياتي، لأني أنا قبل هيك ما سافرت، ما عندي جواز سفر. يوم ما أطلع أسافر أطلع مجبورة، أنا انتزعت مني الحياة انتزاع. أنا ليش أطلع؟ طب أنا مبسوطة وعايشة وفرحانة وبشتغل وولادي ماشية حياتهم وقاعدين ننجح وبنحقق نجاحات، فجأة أطلع مجبورة. أخذنا القرار الصعب، طلعت عشان أرواح أولادي اللي ما ضل لي في غزة غير أولادي وأهلي وزوجي الحمد لله. طلعت وأنا مكسورة ومتألمة جدا، بس صدقا أول خطوة وصلت فيها مصر